ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بكم فيديو جديد. زي ما وعدتكم بقى مش هنوقف ان شاء الله الفيديوهات، وهنبدا بقى في وصفاتنا الحلوه. النهارده بقى من ضمن الوصفات الحلوه اللي هنعملها، هنعمل كنافه. بالمانجا وبالكريم شانتيه. ممكن نعملها بالكريمه، ممكن نعملها بالقشطه، يعني براحتنا خالص. بس انا النهارده هعملها بالكريم شانتيه، يعني هوريها لكم بقى بطريقه حلوه وسهله. وجايبه العلب الحلوه دي هشتغل فيها، عشان لو حابين مثلا رايحين مكان او كده ناخدها معانا. ممكن نقفلها اهي بكل سهوله، ونغلفها بالبلاستيك راب، او ممكن لا، يعني بصوا هي محكمه خالص، فهتعجبكم قوي. تعالوا كده نشوف الطريقه مع بعض. كده بقى نسمي الله كده ونبدأ نقطع في الكنافة. أنا معايا نص كيلو من الكنافة، يعني أنا حطيتها في الفريزر بس ما قعدتش كتير، يعني قعدت ربع ساعة كده، فما خدتش التجميدة الحلوة بقى يعني لو حطيناها من بدري هتلاقيها ايه، بقت متجمدة وتتفرج بسرعة قوي. لكن كده انا ايه، هقصقصها كده قطع صغيرة. برضو ايه الموضوع مشى يعني، وحلوة برضو وطلعت بنفس النتيجة. بس لو حطيناها في الفريزر هتسهل علينا ان احنا منقعدش ايه، نقطعها بالطريقة المقص كده. كده خلاص خلصنا الكمية كلها. معايا كوباية من الزيت، يعني كوباية الا ربع كده من السمنة مش الزيت، مدوباهم كده في الميكروويف، او هي اصلا السمنة هتلاقوها لو طلعت من التلاجة هتلاقوها دابت لوحدها من الجو الحر ده. بس هبدأ بقى اغلف كل الكنافة بالسمنة، ويا سلام بقى لو سمنة بلدي بتبقى تحفة برضه. هغلفها بقى كلها، وبعدين هعمل ايه، هدخلها الفرن، اشغل عليها الفرن من تحت او الشوايه. بس اخد بالي قوي بقى منها، لان انتوا عارفين الكنافه من الحاجات اللي هي ايه، بتتحرق بسرعه او بتتلسع بسرعه، فاحنا ناخد بالنا قوي منها وهي في الفرن. كل شويه بنطلعها بنقلبها. قبل ما ندخلها الفرن هنعمل ايه بقى، هنحط كيس فانيليا. بصوا عايزه اقول لكم خلى الريحه واو، بجد الفانيليا من الحاجات الحلوه قوي. مع الكنافة مع أي حاجة الصراحة بنحط الفانيليا بتدي ريحة حلوة قوي، بس مع الكنافة بجد عطتها ريحة وطعم تحفة. هنعمل ايه بقى، حطينا كده الكنافة بس مش هننساها في الفرن. أنا فتحت عليها الشواية، أو ممكن الشواية أو الفرن من تحت، بس المهم ما ننساهاش. معايا كوباية من السكر وكوباية من المية. هنعمل ايه، هنعمل الشربات. هرفعهم على النار، أول ما يغلوا ههدي النار شوية، وبعدين هحط بقى الايه، عصرة الليمون في الآخر. معايا كريم شانتيه، معايا كوباية وكوباية من اللبن المتلج. بس هقلبهم في بعض كده شوية، واحط 3 معالق سكر، لان دوت كريم شانتيه خام فمش هيبقى مسكر. يعني انتوا لو جايبين كريم شانتيه من العادي اللي هو الكياس ما نحط السكر، لكن لو الكريم الشانتيه الخام فلازم نحط سكر. بس وهنقلبهم في بعض كده شوية، ونضربهم بقى بالهاند بلندر، بالمضرب اليدوي حتى، هيبقى هتلاقوا نتيجة حلوة، لأن اللبن متلج أو مية، يعني المية لو متلجة برضو هتمشي، يعني مش لازم لبن. بس المهم يكون المعيار كوباية وكوباية، بيدي نتيجة بجد حلوة قوي. هتشوفوا كده دلوقتي الكريم شانتيه تقل بسرعة، يعني ما خدش وقت وبقى تقيل وحلو قوي. وممكن برضو تستبدلوا الكريم شانتيه بالكريمة العادية، او ممكن القشطة اللي هي الكدابة برضو ممكن نعمل بيها، بتبقى حلوة برضو. بس الكريم شانتيه يعني سهل وسريع كده، وعطى طعم حلو قوي. بس هضرب فيه شوية كده هتلاقوه تقل على طول، يعني لازم حطله مية او لبن يبقى متلج. يعني نحط الكوباية كده في الفريزر هتلاقوها ايه، اتلجت على طول. عايزة اقول لكم طريقة الكنافة دي حلوة قوي، ويعني تنفع بقى الايام ديت، احنا بنخرج كتير، النادي بقى، البحر، مش عارف ايه، يعني بتلاقوا في الصيف كده الخروجات كتير، فهنبقوا عايزين حاجة حلوة معانا. وهنحطها في العلب الحلوة دي بجد هتعجبكم قوي. بصوا كده الكريم شانتيه ماسك بقى وبقى حلو قوي. بصوا الكنافه انا وريتها لكم بس مره واحده، وانا ايه بقلبها، انا طلعتها اكتر من مره، قلبتها اكتر من مره يعني. بس يعني ايه، انا قلبتها وهدخلها تاني، ومش هنساها يعني عشان ما تتحرقش مني او تتلسع كده، هتبقى ايه يعني لونها مش حلو، والطعم برضو بيبقى ممرر شويه. خلاص كده الشربات خلاص كده، خلاص هعصر الليمونيه كامله، بس غلوه واحده وهطفي عليه. نيجي بقى ايه للمانجا، هنقشرها، ولازم تبقى المانجا عندنا يعني ايه، تكون فيها قطع كده، تكون فيها لحم كده، عشان نعرف ايه، نقطعها بسهولة.
بجد يعني قطعناها بقى مكعبات وحطيت عليها شربات، عطت طعم حلو قوي برضو. بس هنقشرها عادي وتبقى المانجا يعني تبقى ايه، جامدة شوية، مش طرية، مش بتاعت عصير يعني، تبقى بتاعت الأكل، علشان نعرف نقشرها ونقطعها بسهولة. طبعا المانجا يعني حاجة كده ايه، من الفاكهة التحفة اللي كل الناس بتحبها أكيد. هنقطعها بقى بس، وهنحطها بقى ايه في بولة كده، وبعد كده نحط عليها شوية من الشربات اللي احنا عملناه، بس شربات مش سخن يعني، هنحط عليها شربات ايه لما يبرد، هيديها لمعة كده برضو وطعم حلو قوي. خلاص كده الكنافة طلعناها، يعني من بعد ما قلبتها كذا مرة، مش مرة واحدة او اتنين، يعني اكتر من مرة والله. بس طلعتها الكنافة سخنة والشربات بارد، او لو احنا عملنا الكنافة الاول يبقى الشربات يبقى سخن، يعني تبقى حاجة سخنة في الاتنين. بس هنحط شوية كده من الشربات، ونبدأ بقى نوزعها ايه في العلب الحلوة دي. بجد العلب دي تحفة يعني، جميلة قوي في الحاجات الحلوة دي، ممكن نعمل فيها جيلي كمان، بتبقى جميلة برضه. بس هي الكنافة بقى بالمانجا فيها بتبقى حلوة عشان شفافة كده، بتدي شكل حلو. هتنفع بقى معانا ايه في النادي زي ما قلت لكم، اي خروجه بقى، اي خروجه يعني بنبقى عايزين حاجات حلوه كده، بدل بقى ما نشتري ومش عارف ايه الايام دي، انتوا عارفين برضو يعني كل حاجه بقت غاليه بره الصراحه. فبجد نعمل حاجات وناخدها معانا، وعادي لو اشترينا برضو يعني، لازم الولاد بيبقوا عايزين يشتروا من بره، بس برضو يبقى معانا حاجات حلوه كده ايه في الشنطه بتاعتنا. والعلب دي بجد تحفه اللي هي بتتقفل. بس كده حطيت في العلب كلها، واحط بقى في الصينيه الحلوه دي البايركس التحفه ده. ومعايا صينية تانية، يعني انا نص كيلو كنافة ما عملتوش كله في نفس الصينية، حمرته في الفرن، يعني انا قسمته على صينيتين عشان ايه، ينجز معايا اكتر، عشان اعرف اقلبه كمان، لانها كانت كتيرة على الصينية الواحدة. بس كده، وهبدأ بقى احط الكريم شانتيه وال وال المانجا. هننسى المانجا يعني، ننسى المانجا، حد ينسى المانجا برضو؟ بص والله تحفة، يعني لو عندنا حد جاي لنا عزومة مثلا، حد جاي لنا كده ايه يعني، معزومة عندنا او كده، فالحاجات دي حلوة يعني، وشكلها حلو وشيك كده في التقديم، وهنعملها بكل سهولة يعني. هي بس الحاجة اللي اخدت وقت اكتر شوية، تحمير الكنافة. بس كده، هنحط كريم شانتيه ونوزعه كده، بس تحفة ازاي بقى ومتماسك وحلو. وهنحط شوية من المانجا، والمانجا طبعا حطينا عليها ايه، شربات. بس كده ويبقى خلصنا الاطباق التحفه دي. وكده خلصنا وعملنا الكنافه بالمانجا التحفه دي بجد، يعني شكلها واو، وطعمها حلو قوي، وطريقتها سهله وبسيطه يعني، ما خدتش وقت معانا خالص، يعني الوقت بس في تحمير الكنافه، غير كده يعني كله حاجات ايه سهله وبسيطه. والعلب دي بجد تحفه يعني، عجباني قوي. والحلو فيها ان هي بتتقفل، يعني ممكن ناخدها معانا في اي مكان بقى، النادي بقى، نتمشى على البحر او حاجه، هناخد معانا العلب الحلوه دي، شكلها حلو ومحكمه يعني، بتتقفل ايه يعني بحكمه، وممكن نلفها بستريتش عادي يعني. جربوا بقى الكنافه المانجا الحلوه دي وقولوا لي رايكم، ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب مع مطبخ فايز احمد. مع السلامه.